في جملة أول ما بتتقال بعرف إني داخل على تحدي مش بسيط، مش لأن الطلب صعب، لكن لأن اللي ورا الجملة دي أعمق بكتير من مجرد صورة. والجملة هي: أنا شفت ديكور على انستجرام وعايزة زيه بالظبط. مشهد بيتكرر كل موسم، عروسة جاية متحمسة شايلة موبايلها، تفتحه وتوريني صورة الحفلة خرافية، إضاءة، ألوان، تفاصيل تاخد العقل. وأنا أول حاجة بعملها إني ببص للمكان، مش اللي في الصورة، المكان اللي احنا فيه. وساعتها بقول في سري: الصورة دي حلوة، بس يا ترى نقدر ننقل إحساسها ولا نضيع وسط الشتا؟ أهلا بيكم في الحلقة التانية من بودكاست على مزاج العروسة، البودكاست اللي بيدخلك جوه كواليس الشغل الحقيقي، مش الورد والستيج، لكن القرارات الصغيرة اللي بتغير شكل كل حفل. أنا مختار، منظم حفلات ومصمم لحظات، والنهاردة هنفك الجملة ديت ونفهم إيه اللي بيحصل لما صورة واحدة تتحول لضغط، ولما الإلهام يتحول لمطلب لازم يتنفذ بالحرف. أوقات بننسى إن الصورة مش دايما حقيقية. الصورة ممكن تبقى معمولة في قاعة تانية، عدسة تانية، فريق إنتاج كامل، إضاءة احترافية، ومونتاج بيعدل الألوان ويوزن الزوايا. يعني ببساطة الصورة لقطة مش خريطة، لكن العروسة هي شايفة إن الصورة دي بتساوي النتيجة اللي بتحلم بيها. وإحنا هنا بقى لازم نترجم مش ننسخ. خليني أحكي لكم موقف، مثلا زي إني جات لي عروسة في صورة الحفلة بنفسجية، كل الكراسي كانت شفافة، والأرض مراية، والسقف كله نجف، وإضاءة متحركة عاملة دوامة. فأنا قلت لها بهدوء: القاعة اللي في الصورة دي ارتفاعها 12 متر، والقاعة اللي هنشتغل فيها ارتفاعها 3.5 بالكتير، فلو عملنا نفس الإضاءة هيبقى كأننا ركبنا ستروب لايت في أوضة مقفولة. ضحكت وقالت لي: يعني أنا مش عاجبني الشكل قد ما عاجبني الإحساس. ودي كانت نقطة التحول. الإحساس دي جملة أنا بحط تحتيها 100 خط، لأن شغلانتنا في الأساس إحساس، مش تقليد، مش نسخ، مش فوتوكوبي. وعلشان كده أي صورة بتيجي لازم نحللها. إيه اللي فيها شد العروسة؟ هل هو توزيع الكنب، الممر الطويل، نوع الإضاءة، ولا يمكن الكاميرا اللي اتصورت بيها؟ وعلشان نعرف نتعامل أنا بشتغل خطوات واضحة مع أي عميلة بتجيني بصورة من الانستجرام. أول حاجة بعتبرها إن الصورة مصدر إلهام مش أمر تنفيذ، يعني هي فكرة نبدأ بيها، مش محتاجين إن احنا ننسخها. تاني حاجة بسأل: إيه اللي عاجبك فيها؟ مش تقول كلها، لازم تقولي إيه اللي حسسك إنها واو. تالت حاجة بنشوف هل الصورة تمشي مع هذا المكان أم لا، بمعنى إن القاعة بتفرق بالمساحة والارتفاع والسقف، حتى لون الأرض. رابع حاجة لازم نترجم الإحساس، يعني مش لازم نجيب نفس الوردة، لكن نخلق نفس الانبهار بنفس الروح. وعلشان كده في كورس كواليس الفخامة في وحدة كاملة بعنوان فك شفرة الصورة، بنتعلم فيه ازاي ناخد الصورة ونحللها ونفهم زواياها ونخرج منها بتصميم متناسب مع المكان، مش طالع من انستجرام، طالع من قلب العميلة نفسها. في نهاية الحلقة خليني أقولك: التصميم مش حاجة بننسخها، التصميم هو الإحساس اللي بيحصل لما كل تفصيلة بتركب في مكانها. ولو فضلت تقلد عمرك ما هتسيب بصمة، ولو بدأت من الإحساس هتبني حاجة شبهك حتى لو محدش عملها قبل. أنا مختار، ودي كانت الحلقة التانية من بودكاست على مزاج العروسة. استنوني الحلقة الجاية وهنتكلم عن واحدة من أصعب الجمل اللي ممكن تتقال. أنا عايزة كل حاجة تبان جديدة بس من غير ما تبقى غريبة، وهنفهم مع بعض إزاي نخلق حاجة فريدة من غير ما نخسر الذوق. شاركوا الحلقة مع أي حد بيحب التنظيم أو أي عروسة بتحاول صور طول اليوم، علشان نفهم سوا إن التصميم مش نسخة، التصميم بصمة. وافهم يا معلم.